ضيفتنا لليوم من برنامج أفكار وحوار السيدة غادة شرف الدين شهيب، ناشطة بالمجتمع المدني وشاركت بعدة نشاطات ثقافية وفنية وتربوية، عضو فعال بعدد من الجمعيات اللي كان هدفها الرسالة الإيجابية وتفعيل الدور الإيجابي من خلال عدد من النشاطات والمشاركات. أهلا وسهلا فيكي معنا باستوديو صوت بيروت. أهلا فيكي. يعني مدام غادة، كتار بيسمعوا باسم ناشطة بالمجتمع المدني، شو التعريف والدور اللي بتلعبه الناشطة الاجتماعية؟ أول شيء الناشطة الاجتماعية أو الناشط الاجتماعي يعني كل شخص بيلتزم بقضايا اجتماعية وطنية بتفيد المجتمع وبتعمل على ارتقاء، يعني هو تكريس الذات بشغف وبحب لهالقضايا، يعني بمعنى أنه كل شخص بيهتم بقضية ما وبيؤمن فيها، بدافع عنها، يعني بيقدم مبادرات لمعالجتها وتحقيقها. هلا دوري كناشطة اجتماعية يعني متابعة لعدة قضايا، بدعمها، بوصل رأيي، إيصال الرأي والموقف والصوت. هي هيدي القضايا بنشتغل عليها، إن شاء الله في بعض قضايا بتتحقق وبعض قضايا لا ما بتتحقق. هلا العمل بالشأن العام أكيد بده حرفية بالتعاطي مع الرأي الآخر، احترامه. نعم. وكل نشاط اجتماعي أكيد بيقوم على المواجهة أكيد السلمية وتقبل الآخر. أكيد. شو أهمية تفعيل دور المرأة بالمجتمع والقرارات الوطنية من خلال دورك كناشطة، إذا فينا نقول على صعيد الثقافي، التربوي، الفني؟ أهمية تفعيل دور المرأة، بنعرف أنه المرأة عندها دور مهم بالمجتمع. صحيح. شو أهمية مزبوط. تفعيل دورها للمرأة؟ برأيي يجب توعية المرأة لواجباتها من ناحية المشاركة بالقرار الوطني وحقها بهيدي المشاركة. أكيد للمرأة دور فاعل ما بيقل أهمية عن دور الرجل ببناء الوطن. دور المرأة والرجل هي معادلة التكامل والتلاقي لبناء مجتمع أفضل. بحب شير هون أنه بلبنان بما أنه عنا كمان مجتمع ذكوري، كيف بيسيطر الرجال على معظم الأحزاب السياسية. نعم. من بينهم الأحزاب الستة الأساسية، يعني قدي مشاركة المرأة ضئيلة، يعني صحيح. بتتراوح مشاركة المرأة بصنع القرار ب0% 1.9%، يعني هيدي بأحسن الأحوال للأسف. مزبوط. فعلا. أنا من خلال مشاركتي بعدة حلقات يعني حوارية أو مؤتمرات يعني مع اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة في مؤسسة أبعاد وأكسفام، من خلال مشروع لنا حق، يعني قدرت أعرف كتير وقائع وإحصاءات عن إقصاء المرأة الممنهج عن صنع القرار بلبنان، أحيانا اجتماعيا وأحيانا سياسيا. لازم نطالب بهالحق. أكيد. هلأ هو مشروع لنا حق، هو مشروع شو بركز هالمشروع؟ مشروع تنموي بعنوان تحويل الهويات السياسية لتحقيق المساواة الجندرية. بيسعى المشروع لأحداث تغيير على صعيد تعزيز مشاركة دور النساء بموقع صنع القرار. أكيد النتيجة من خلال هالمشاركات بهالمشروع تعريف المحيط على حق المرأة بالمشاركة بالحياة السياسية وصنع القرار. يعني نحن عم نشتغل على هالشيء. يعني كل واحد بيقدر ينشر من خلال مجتمعه، من خلال محيطه، إنه المرأة لها حق بالانتخاب، المرأة لها حق بأخذ القرار. أكيد. المرأة لها حقوق مدنية. إن شاء الله يعني عم للأسف عندها كتير حقوق مهدورة كمان، مش عم توصل للنتيجة اللي هي لازم توصل حقها مهدور حقيقة. أدنى حقوقها يمكن مش عم تحصل عليها. صحيح. وأدنى حقوقها كمان هي الحضانة كمان، أو الكوتا النسائية يعني معنفة. ما عندها أدنى حقوق بعد نساء، حتى ما بيحكوا شو عندهم مشاكل، شو عندهم صحيح، شو عندهم. مزبوط. نسمع كلمات كتيرة مثل حق، حقيقة، لا مساواة، لا عدالة، لا إنسانية، لا دين، لا مبادئ. أنت كناشطة اجتماعية بهالمجتمع اللبناني، كمواطنة، كزوجة، كأم، شو الخطوات اللي لازم نفعلها وشو الثغرات اللي لازم نشتغل عليها؟
هاي السؤال حلو كتير، والعبارات كمان كتير حلوة. حق وحقيقة وحقوق. أكيد لازم نفعل كل هالخطوات. يعني أهم شيء أنه نزرع الحق والحقيقة بنفسنا وبنفوس يلي حوالينا. إنه لازم نزرع الإنسانية، المحبة، الصدق بأبنائنا، ونحاول نبعد عن الأنانية والحقد. يعني لازم نرسخ بقلب أولادنا ومجتمعنا الرحمة، الشفقة، العدل، المساواة، التواضع. قد ما صار في يمكن تأثيرات من برا سلبية من كذا جانب، ظلم، اشياء يمكن هن رح يكتشفوها على حالهم أجيال الصاعدة وأبنائنا. نحن لازم يمكن بدنا نشتغل الشغل بطريقة مكثفة مضاعفة، جهود مضاعفة. إذا فينا نقول صحيح. هون دور الأم. هون دور الأم بزرع وبترسيخ كل القيم، يعني اللي هي أهم، المحبة والعدل والمساواة والتواضع أهم شيء أكيد بأولادنا. يعني هذه اللي لازم نزرعها. وما ننسى دور التعليم كمان، دور المعلمة، المربية. طبعا الدور التربوي له، لأنه بالنهاية هي المدرسة، هي يعني أول مدرسة هي مدرسة الأم، تاني مدرسة هي المدرسة اللي بالأكاديمية اللي بيتعلموا فيها. بدنا نستغل الفرصة كمان نعيد كل المعلمين والمعلمات اللي هم يسمعونا، عيد المعلم على الابواب، يعطيهم ألف عافية. بعد في شغلي أنا في قول كتير بيعني لي، هو موجود بكتاب الإنسان من سلسلة كتب علوم الإيزوتيريك عن المحبة. كمان هيدي المحبة اللي لازم نزرعها بنفوسنا وبنفوس اللي حوالينا، لأنه الحقد بيولد الحقد طاغي فعلا. قد ايه عم نشوف حروب وقتل، هيدا طاغي. نحن لا، لازم نرسخ المحبة. يعني بنقول الحقد ما بيوصل لأي نتيجة، بالعكس نتائج مدمرة وسلبية دايما. صحيح. المحبة أن تعطي من تكره قبل أن تعطي من تحب. المحبة أن تعطي الروح قبل أن تعطي الجسد. كمان في عندي كلام بالعطاء كمان كتير بيعني لي. أعطوا كما الخالق يعطي المخلوق من نوره، من روحه ومن محبته. كمان قول العطاء الحق أن تعطي من تكره قبل أن تعطي من تحب. العطاء المادي أن نعطي لنأخذ، أما العطاء الروحي فهو العطاء الأكبر، فهو أن نعطي ولا نأخذ. حلو كثير. ولكن بدي شوي يمكن هيك شت عن الموضوع، إنه نعطي الحب لمن نكره، ولكن يمكن يبادرنا بالحقد. شو العمل هون ساعتها؟ هيدا سمو الإنسان. هيدي الراحة. يمكن واحد بس يعطي الحب للآخر، خلص مهم هو يكون صار في سلام بداخله. يعني يفرغ نفسه من كل الحقد، من كل الكره وغيره. أكيد يمكن هيدا كمان لما يبادله، إلا ما يكون عنده شيء إحساس معين، يشتغل على الإيجابيات، يشوف النور الموجود بالشخص الثاني، حتى لو قد ما في عتمة جوات قلبه وعقله. صحيح. بينعكس المحبة، تنعكس على الآخر دايما. صحيح. نسمع بوقفات تضامنية على سبيل المثال مع الجيش، مع أهالي الأسرى، مع النساء المعنفات والضحايا. هل هالشي بكفي برأيك؟ وشو لازم نعمل؟ هل لازم يكون في تفاعل بالجمعيات أكتر لتكون مأخوذة هالأمور على محمل الجد؟ هلأ السؤال أكيد كتير حلو، ونحن أنا من ضمن هذا السؤال كمان نحن كتير كان عنا وقفات مع هالعناوين هيدي. كان عنا وقفات تضامنية سلمية، أو بشكل عام هي الوقفات هي نابعة من إنسانية وتعاطف مع شريك الوطن. وشو ما كانت الطائفة، يعني بده يكون الإنسان مجرد. يعني علينا أنه نتضامن ببعض المواقف الوطنية والحقوقية يلي بتعني المجتمع ككل. أكيد نبتعد عن المواقف والتوجهات السياسية ونترك الإنسانية هي بس تحكي وتتغلب. سؤالك، نحن كمجتمع مدني نحن كان لنا عدة وقفات تضامنية كانت مع حقوق المرأة، أم المطالبة بالكوتا النسائية، مناهضة العنف ضد المرأة، أم بحملة لا للتمديد. هالوقفات كانت مع مجموعة من الناشطين والناشطات بالمجتمع المدني، وعلى رأسهم الأميرة حياة أرسلان المناضلة في سبيل حقوق المرأة والوطن ككل. أكيد وأنا
نوجه لها كمان تحية كبيرة. وطبعا الكلام ما بيكفي عن شخصيتها، عن إنسانيتها، عن مواقفها الوطنية، خاصة بموضوع حقوق المرأة. هلا أبرز المواقف يلي وقفناها وقفات تضامنية هي مع عائلات أسرى الجيش اللبناني بساحة رياض الصلح. كنا مجموعة صغيرة بمبادرة من 6 حياة، كنا حوالي 12 شخص. كانت وقفة تعاطف وتضامن معنوي معهم، وبنتمنى أنه نكون يمكن أضفنا شيء لألون، لأنه في كتير ناس بالأصح من المجتمع المدني ما عم تتضامن معهم. يعني نحن ما شفنا جمعيات راحت تضامنت معهم إلا النادر والقليل. يعني نحن رحنا ما في حدا عم ينطروا مين يجي يتضامن معهم. في مواقف ما كانت من الجمعيات كافية بالتضامن معهم. وتصوري نحن لما رحنا يعني في أسبوع بين التقينا بعائلة الشهيد علي البزال، الأسبوع الثاني بالضبط كان استشهد. أكيد حكينا مع مرته، كانت أمه موجودة وكانوا أهله، كان عندهم أمل. أكيد وجرحنا هو جرحهم. فعلا يعني نحن مطلب كل لبناني مخلص لهالوطن يكون مطلبه الأول إنه إعادة الأسرى مهما كلف الثمن. أكيد. لأنه هيدي قضيتنا، هودي أبناء الوطن، ما لازم يروح دمهم هدر. أكيد. مفروض يعني قضيتهم تكون أولوية، وبعتقد عم يشتغلوا يمكن على هالموضوع المعنيين. وإن شاء الله اللي عم يسمعونا من المعنيين والمسؤولين ياخدوا هالشي على محمل الجد إذا فينا نقول، لأنه شغلة مش هينة، وتحت شعارهم شرف تضحية وفاء لازم يكون الشرف والتضحية والوفاء من الزعماء الكبار اللي لازم يشتغلوا أكتر ويعطوا جهد أكبر. صحيح هيدا مطلب الجميع. أكيد. حملة السلامة المرورية اللي بتقوموا فيها مع شركة توتال ومؤسسة النيو هيلث كونسبت، إذا ممكن نشرح أكتر كيف تقدمتوا بهالخطوات بهالمجال هيدا عبر النشاط التربوي بكافة المدارس اللبنانية ومدى أهميته؟ أكيد هيدا هو يمكن الموضوع الأهم بلبنان، لأنه هن أجيالنا أو أولادنا أو الجيل الصاعد هني سائقي المستقبل. أكيد. يعني شو منزرع فيهم هلأ نحصده بعدين بنحصده. في هيدي الحملة، حملة السلامة المرورية، هي من أولويات حياتنا. السبب الأساسي لوفاة مئات الأشخاص بلبنان سنويا، وفاة أكثر من 1,000,000 شخص عالميا، وإصابة يعني إصابات يعني إعاقات 50 مليون آخرين. هلأ من مسؤولياتنا نحن نوحد جهودنا لنوضع حل ونتخذ التدابير الوقائية. أكيد. أسباب حوادث السير كتيرة وخاصة بلبنان. صحيح. أول شيء لا احترام لإشارات السير، لا تقيد بالسرعة والقانون، حزام الأمان للكبار والصغار هيدا شيء مفقود، استعمال المقاعد المخصصة للأطفال هيدي قليل ما منلاقيها. يعني منلاقيهم نادرة، حاطين أوقات ابنهم بحطهم عم بيسوقوا أو على الديركسيون، ابن سنة حاطينه على ديركسيون حتى يسوق. وإذا صار حادث أو شيء بيلقوا لهم على غيرهم، ولكن صحيح. المشكلة منهم أساسا. يعني صحيح. تلاقي اشياء شواذات انتو ماشي على الطريق عم تسوقي، بتكره الساعة صراحة اللي عم تسوقي فيها. صحيح. هلا في كمان عدم التقيد، عدم القيادة تحت تأثير الكحول. يعني نحن بنشوف كتير شربانين كحول وعم بيسوقوا، خطر لحالهم ولا غيرهم. هلا استعمال السيل كمان، الواتساب، هذا الواتساب خارب الدنيا. الواتساب فعلا يعني ما بعرف، بتلاقي ما بينتظروا حتى الإشارة الحمراء ليشتغلوا على الواتساب، إنه عم بيسوقوا واتساب بإيد، مشغولين يمكن عم بيغيروا بالراديو، محطة الراديو بإيد تانية. صحيح. يعني كيف بيلحقوا، التركيز مشتت كليا. 70% من تركيزنا نحن عم نشتغل على الواتساب حسب الإحصائيات والدراسات، إذا ماني غلطانة. معظم تركيزنا وتفكيرنا وانتباهنا بيكون مشتت، ونسبة الحوادث بتزيد بطريقة مضاعفة.
كافي. صحيح. لازم يعني يطلع قانون عقوبات أو جزاء. هلا اسمعنا إنه في قانون صار بس لحد هلا ما تنفذ منه شيء أبدا للأسف. حتى عن السرعة، حتى عن المراقبة في الرادارات كمان لحد هلا يعني بنشوف على الأوتوسترادات سرعة 120 و150 وبيبقى مكتوب مثلا السرعة القصوى 80. ما بعرف، ما عم نشوف زبوطة، ما عم نشوف يعني. بنتمنى من القيمين أكيد. هلا الحملة يلي نظمتها شركة توتال ومؤسسة نيو هيلث كونسبت، شركة رائدة بالصحة، وهي تملك دار نشر ومتخصصة للصحة. هلا كذلك بتملك المدرسة الوطنية للإسعاف والطوارئ، بيقوموا بدورات تدريبية بمجال الصحة النفسية والتوعية للنساء والأطفال. هيدي شركة نيو هيلث كونسبت. هلا الحملة يلي قايمين فيها هي بتهدف لنشاط تربوي بالمدارس. دورة كتير مهم. أكيد يعني نحن اللي عملناه بالمدارس عملنا ب4 مدارس رسمية لحد هلأ بعلي، ورح نتابع أنا كمنسقة لمدينة علي. ممكن اتوسع شوي برات علي. هلأ عنا المدارس الخاصة إن شاء الله الأسبوع الجاي. برأيك وزارة التربية لازم تعمم هالأشياء هاي؟ هو مفروض ينزل المرورية، هو مفروض ينزل يتوزع على المدارس. صحيح. مثل كتيبات أو إرشادات. المفروض يندرس هيدا، تكون مادة صحيح تدرس. هلا هيدا النشاط التربوي بالمدارس بيرافقوا توزيع ألعاب خاصة بهيدي الحملة، من خلالها بيدرك التلاميذ قوانين السير والتصرفات السليمة للتنقلات. هلا في عنا مدربين من شركة نيو هيلث كونسبت يلي عم تتعاون معهم شركة توتال بتعليم الأولاد قوانين السير من خلال نهج تربوية عملية بتضمن لهم استيعاب فعلي لأحوال السلامة المرورية. هلأ بيتم توزيع كمان لكل شخص أو لكل تلميذ حضر كتيب تطبيقي إلى جانب شهادة كرمز تذكاري. هيدي بتدل معهم. أنا بحب هون كمان أشكر دومازيل ماريا خويري يلي هي كانت المحاضرة ورح بتكون بسلسلة هالمحاضرات هي. نوجه لها تحية أكيد. أكيد. هلأ هيدا النشاط انعمل مثل ما ذكرت ب4 مدارس رسمية بعلي، وحاليا متابعين بالمدارس الخاصة. وهون بحب شير لرئيس ومؤسس نيو هيلث كونسبت دكتور ناجي صعيبة يلي هو كل الشكر له يلي قايم بهالمشروع كمان مع شركة توتال. هو متخصص في الطب القانوني وخبير لدى منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي. منوجه له تحية أكيد عبر برنامج أفكار وحوار. كونك ناشطة بالمجتمع المدني، شو هي النشاطات الخاصة بمدينة علي من الناحية الثقافية والفنية والتربوية؟ وشو النشاطات اللي رح تقوم فيها بالمستقبل؟ هلأ كوني أنا بنتمي للمدينة يمكن الأحب إلى قلبي وهي مدينة علي، أكيد بوجه تحية لكل أهلي وقرايبي. بتعني لي كتير أكيد هالمدينة. علي مدينة ناشطة جدا ثقافيا وفنيا. علي هي مدينة سياحية بالدرجة الأولى وبتسمى عروس المصايف وبتتمتع بكل مواصفات ومعايير السياحة. أكيد فيها كتير نشاطات من خلال الجمعيات المتعددة والأفراد. فيها أكيد معارض فنية، رسم، نحت، أشغال يدوية، أمسيات فنية. هلأ النشاط الأبرز كان السنة الماضية هو للفنان جابرييل عبد النور. أكيد حضروا حوالي 1200 شخص. أنا بوجه له تحية كمان لجابرييل. بوجه له تحية من برنامج أفكار وحوار. أي إن شاء الله. وأساسا هي علي مدينة متكاملة من كل النواحي. شو النشاطات اللي رح تقوموا فيها بالمستقبل؟ الوقت دهمنا معنا دقيقة من الوقت. أوكي. هلأ بخصوص عنا نشاطات مستقبلية. أنا بصدد تحضير أمسية شعرية غنائية طربية مع الشاعر جوني مقدسي. كان ضيفنا الأسبوع الماضي.
بوجه له تحية. صحيح. كانت حلقة ومقابلة كتير حلوة فعلا. أنا كمان بوجه له تحية. بتضم نخبة من الشعراء اللبنانيين، أكيد حضوركم أساسي، وأنا كمان هلأ بدعيكم عبر هالمنبر هيدا. رح بتكون أكيد بعليه. تاني شيء استكمال محاضرات السلامة المرورية اللي رح تشمل عليه يمكن وبرات عليه. كمان في عنا يعني بصدد تحضير كمان مهرجان أو هيك شيء حدث، هو انتخاب ملكة جمال علي برعاية وزارة السياحة. يعني عنا دايما جهود أكيد للارتقاء بعلي نحو الأفضل ثقافيا. نحن منقلكم يعطيكم ألف عافية، على أمل تكونوا عم تحققوا المطالب أو عم توصلوا لنتيجة إيجابية بهالأدوار اللي عم تأدوها، والنشاطات والمهرجانات والتفاعل الاجتماعي اللي عم تقدموه. أكيد حملة السلامة المرورية مهمة كتير إنه ذكرناها، بدنا نتوسع فيها إن شاء الله. إن شاء الله أكيد نرجع نتوسع فيها أكتر. كلمة أخيرة منك بمقابلتنا لليوم. أنا في دعوة بحب وجهها، أنا كوني عضو إداري بجمعية الرسالة الاجتماعية للسيدات بعلي. أنا هيدي الجمعية حقيقة هي جمعية رائدة بالعمل الاجتماعي، وأكيد إلى مركزها وتاريخها بالجمعيات بلبنان. نحن عنا سنويا احتفال تكريمي لعيد الأم، بتتكرم خلاله 4 سيدات. هو رح نعمله ب 22 أذار الساعة 11 بقاعة جمعية الرسالة. أكيد بيضم الشعراء جوني مقدسي، ندى أبو حيدر طرباي، والشاعر عادل خداج. أنا بدعي الجميع إنه يشرفونا على هالاحتفال هيدا، وبدعيكم. وأنا بدي أتشكرك منال كتير، بتشكر استضافتك، بتشكر القيمين على الإذاعة، بتشكر مهندس الصوت محمود عواد، بشكره كتير، وأكيد الشكر الأكبر لإلك. ميرسي لإلك، وعلى أمل إنه مثل ما سبق وقلنا توصلوا لكل هالاشياء اللي ذكرناها بسياق الحلقه، ورح منكون اكيد نحن مدعوين ورح منروح ورح نتابع. نحن ناطرينكم، ونحن بنحب كمان انه يكون في لكم تغطيه عالميه اكيد، لانه حدث هيدا سنوي. نحن موفقين ان شاء الله مره تانية يمكن نحكي اكثر عن جمعيه الرساله بتوسع، لانه جمعيه بتستاهل انه ينحكى عنها. اكيد. نتشكر وجودك معنا اليوم، ضيفتنا السيده غادة شرف الدين شهيب، ناشطة بالمجتمع المدني. ميرسي لك. مثل كل حلقة منوصل لنهاية حلقتنا لليوم من برنامج أفكار وحوار. لغة التواصل معنا رح بتكون عبر الفيسبوك، لأي اقتراح مثل ما سبق وقلنا، لأي شكوى، لأي مراجعة، لأي موضوع حابين نطرحه على الهوا وتكونوا انتو الضيف. تتواصلوا معنا عبر الفيسبوك. منال مشموشي كانت معكم من أمام الميكروفون، وأكبر تحية لمخرجنا مهندس الصوت محمود عواد اللي سمعنا كل هالأغاني وكان معنا بسياق الحلقة. الموعد الجاي الخميس المقبل، بنحب نذكركم الإعادة رح بتكون التنين الساعة 6 للي حابب يسمع الحلقة من جديد أو اللي حابب يتابعها مرة تانية. يكونوا كتار المرة الجاي على الموعد. باي باي.